في خطوة استراتيجية تعكس عمق الشراكة الدفاعية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، تقرر رسميا إطلاق مشروع صناعي ضخم لتصنيع وتجميع هياكل مقاتلات F-16 فايتين فالكون الأحدث من نوعها داخل المنطقة الصناعية ميديا بارك أو ميد بارك بنواصر ضواحي الدار البيضاء. ويمثل هذا المشروع نقلة نوعية في مسار تطور الصناعات الدفاعية المغربية، حيث يدخل المملكة إلى نادي الدول المنتجة لتقنية الطيران الحربي المتقدم، وإنجاز يعكس ثقة كبرى للشركات الأمريكية العاملة في المجال الدفاعي، وعلى رأسها شركة لوكهيد مارتن في البيئة الصناعية والمؤسساتية للمغرب. ويرتقب أن يسهم هذا الاستثمار في نقل التكنولوجيا وتعزيز الكفاءات الوطنية وإحداث قيمة مضافة حقيقية في قطاع الصناعات الجوية. المصنع المرتقب سيتولى إنتاج وتجميع هياكل وأجزاء أساسية من الطائرة F-16 التي تعد واحدة من أنجح وأوسع المقاتلات متعددة المهام استخداما على مستوى العالم، بخاصة في نسختها الجديدة F-16 فايبر المزودة برادار وأنظمة تسليح متطورة. ومن المتوقع أن يشمل المشروع خطوط إنتاج بمعايير عالية الدقة توظف أنظمة تصنيع متقدمة مع مشاركة كفاءات مغربية مكونة في هندسة وصناعة الطيران.